طيب خليني هسأل حضرتك، يعني حضرتك قلت جملة أنا شخصيا يعني عايزة ليها تفسير. حضرتك قلت إن للإبداع تمن، وللمعرفة تمن، وللشجاعة تمن، وللثورة تمن، واللي احنا فيه من المستحيل استمراره، وما أصبحنا فيه مستحيل تحمله، والقادم أصعب. ربنا يخليك، انت جايبه الكلام ده منين؟ ده كلام مهم جدا، وانا فرحان ان انا قلته وانا مش واخد بالي. لا أنا خدت بالي. أنا خدت بالي. جملة استوقفتني. يعني حضرتك قلت إن كل حاجة ليها تمن، والمعرفة ليها تمن، والشجاعة ليها تمن. أنا عايزة أعرف إيه هو التمن؟ يا نهار ابيض، كل ما الحاجه كانت غاليه كان ثمنها غالي، اللي عايز الجميله يدفع مهرها. تمام. يعني كل ما الحاجه كانت غاليه هتلاقي ثمنها كبير. واذا كناش نستحمل كلمه ثوره ما نستاهلهاش من اصله. الثوره لا زعيق ولا استسهال ولا مطالب ولا احتجاج ولا شيل ده وحط ده. الثورة إعادة بناء وعي، هذا الوعي يعيد بناء بلد بحالها لحد ما تحصل على كرامتها واستقلالها واستكفائها. إن لم يتحقق هذا لا نطلق كلمة ثورة، نطلق عشان نحترم اللي حصل نقول مشروع ثورة، هيا نكمله حتى يكون ثورة، سواء يناير سواء مايو، ده مشروع ثورة، ونحن الآن نحاول أن نكمله حتى تكون ثورة. وقبل كده زي ما حضرتك التقطت اللي أنا قلته، قلت إن الثورة إبداع جماعي. إزاي؟ الإبداع عبارة عن مرحلة تفكيك القديم، صح، وبعدين أخده أعيد ترتيبه بشكل جديد. صح. الثورة كده بنفكك اللي موجود لأنه فعلا. بس ما بهدوش. نعم. ما بهدش. لا بفككه بالظبط. هو موجود بس بفكك، بفكه لكن ما بهدش. وارجع اعيد ده هنا وده هنا وده هنا، يبقى اعدت التشكيل. لما اقف عند مرحله التشكيل تبقى فوضى، ولا خلاقه ولا نيله. هو في فوضى خلاقه اصلا؟ طبعا الابداع هو فوضى خلاقه. ما سميهوش فوضى خلاقه غير في نهايته. صح. ما اجيش اعمل فوضى اقول لهم يلا يا اولاد نعمل فوضى خلاقه. لا، يا اولاد نعمل فوضى اللي احنا هنخلق جديدا لا يتخلق الا من خلال ان احنا نتحمل مرحلتين الوصل. فالثمن بتاع الابداع، الثمن بتاع الثوره، ان احنا نتحمل مرحله الفوضى بمسؤوليه كامله عشان الحكايه ما تفركش منا. نلمها تبقى ثوره، نلمها تبقى ابداع، ما لمنهاش نروح في داهيه. احنا هنروح في داهيه؟ نروح في 60 داهيه.